نامت على كتف عريسها والمعازيم زغرته. قامت فجأة من قدام المأذون واحتفلت بفرحها في حفلة سرية جوه القلعة. العريس عامل شعره ديل حصان، والرومانسية بينهم عنوان المشهد. العروسة خطفت الكل بجمالها ورقتها، والمعازيم ما كملوش 20 واحد. لقطات من حفل زفاف الفنانة مريم الخشت. يا ترى ايه كواليس الفرح؟ وعملت فرحها فين؟ ومين هو العريس؟ وازاي فاجأت الكل وقامت من قدام المأذون؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها في الفيديو. الفنانة مريم الخشت دخلت القفص الذهبي وطلت بالأبيض، والفرح تحسه الاتنين أجانب مش مصريين خالص. مريم الخشت احتفلت بفرحها على صديق الطفولة وحبيب العمر. الفرح كان أفرنجي قوي، والأجواء كان فيها رومانسية عالية. عملت فرحها في مكان أثري في القلعة علشان الصور تطلع حلوة، وكمان المكان مش أي حد يقدر يدخله، عشان تقدر تحتفل براحتها من غير ما حد يضايقها. العروسة كانت رقيقة، وطلتها كانت شيك قوي، والعريس ما قدرش يتنازل عن شعره اللي لفت نظر الحضور بسبب ديل الحصان. قعدت جنب عريسها لحظة كتب الكتاب، ونامت على كتفه بسبب فرحتها بيه. وبعدها بصمت على كتب الكتاب وقامت فجأة علشان تسلم على مامتها. وبعدها خدها العريس ورقصوا سلو، والرومانسية جابت آخرها معاهم، لدرجة إن العريس طول الرقص وطول الفرح كان بيبوسها من خدها. اللي حضر الفرح عدد قليل من المعازيم، ما كملوش 20 واحد، وكان بينهم هدى المفتي وأسماء جلال.